لا فضل فوك يا أبو عبد الله، ويستاهلون قبائل قحطان هذا المدح، ويستاهل أبو أحمد، وأدام الله علينا الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة. لأمين ملتقى الأحباب الأول والمدرب المعتمد لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني كلمة. رحبوا معي بالأستاذ رفعان بن فهد الأحبابي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة ما لي كلمة بعد الدكتور سعيد، ولكن الأخوان أقحموني في كلمة، وأنا ما ودي أخرج على الميكروفون مرة أخرى بعد كلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وأصلي وسلم عليه أكثر التسليم. إخواني، هي رسائل حب لعل الله ينفعني وإياكم بها. الرسالة الأولى تخص والد عريسنا الشيخ جبران بن علي العوسجي، وأقول له هنيئا لك بهذا الزواج المبارك، وهنيئا لأخينا ذيب، ونقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير. وهنيئا له مرة أخرى بوجود هذه الوجوه الطيبة التي أتت من كل مكان، وهذا يدل على مكانة هذا الرجل بيننا. الرسالة الثانية تخص عريسنا، فنقول له مرة أخرى بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الرجل إذا دخل على زوجه فليلقي السلام ثم يصلي له ركعتين، وهي قدوة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يضع يده على ناصية زوجته وهو مقدمة الرأس، ويقول اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، ونعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. أما الرسائل الأخرى فهي لحفلنا الكريم. الرسالة الأولى بعنوان الصدقة، فإن الصدقة تطفي غضب الرب سبحانه وتعالى، وهناك ملكين ينزلان كل يوم يقولان اللهم معطي منفقا خلفا، والله معطي ممسكا تلفا. والصدقة يا أخوان تزيد المال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده بل تزده. فاحرص أخي الكريم على تقديم لو شيئا بسيط كل يوم لتكسب هذه الدعوة المباركة، وتكون بركة لك في مالك وأهلك ونفسك. الرسالة الثانية بعنوان صلة الرحم، فكثير منا قد قطع في الكثير من أبناء عمومته وأهله وأصحابه وأقربائه، وخاصة النساء. والرحم قد اشتق اسمها من اسم الرحمن، وتأتي شافعة لصاحبها يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان مع أصحابه، فمر به رجل يحمل كيسا على ظهره، فألقى السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فرد عليه الرسول السلام، ولكن كان يبتسم الرسول ابتسامة بسيطة رآها الصحابة. ثم رجع هذا الرجل مرة أخرى وليس معه الكيس، ثم ألقى عليه السلام، فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ابتسم ابتسامة أكبر. فسأله أحد أصحابه قال يا رسول الله إني قد لاحظت عليك أمرين. الأمر الأول عندما مر بنا في أول الصباح قد سلمت عليه، رديت عليه السلام وابتسمت ابتسامة بسيطة، ثم مر بنا مرة أخرى فابتسمت ابتسامة كبيرة. فقال إن هذا الرجل كان يحمل كيسا فيه بر ذهب به ليزرعه، فصادفته في الطريق أخته فقالت إن أبنائي باتوا البارحة جياعا، فرد أعطاها الكيس وقال أطعمي أولادك من هذا الكيس. ماذا حصل لهذا الرجل يا أخوان؟ تحقق له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
قال: من أراد أن يوسع له في رزقه وينسى له في أثره أن يمد في عمره فليصل رحمه. نعم، كان هذا الرجل عندما ابتسم الرسول الابتسامة الأولى لم يبقى من عمره إلا 3 أيام، فأعطى أخته هذه الكيس فمد الله في عمره 30 عاما. الله أكبر يا أخوان. إن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الرسالة الخامسة وهي آخر رسالة، فأنا أخشى أني أطلت. الرسالة الخامسة يا أخوان تخص مستخدمي أجهزة الاتصال الذين اليوم في هذا اليوم، خاصة الفيسبوك أو التويتر أو الواتساب، فإن يا أخوان هذا الأمر خطير جدا جدا. تنقلون فيه إشاعات قد لا تكون صحيحة فتأخذون وزرها وتنسون أمرها. الوزر يا أخوان يأتي في كلمات يقولها الإنسان فلديه رقيب عتيد يكتب عليه كل صغيرة وكبيرة وسوف يسأل عنها والله يوم القيامة. من روج الإشاعات أو نقل الأكاذيب عن الناس أو حاول زعزعة أمن هذه البلاد من خلال هذه الرسائل فليتق الله وليعلم أن هناك رقيب عتيد. أحببت أن أوصل هذه الرسائل إليكم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية.